ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة معادنا مع قصة جديدة، وقصتنا هي الحقيقة المأساوية ورا فيلم ديزني المشهور الجميلة والوحش. فلو حابب تكمل معانا القصة ما تنسيش تدوس لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة وتفعل علامة الجرس. يلا بينا يلا بينا. تعرف ان قصة الجميلة والوحش ما كانتش قصة اسطورية ولا حاجة؟ طب تعرف ان في سنة 1573 اتجوزت فتاة جميلة اسمها كاثرين من ذئب بشري وحشي اسمه بطرس؟ كاثرين كانت بنت واحد من العاملين في البلاط الملك الفرنسي، وما كانتش تعرف مين هو جوزها ولا ايه شكله ولا ايه هيئته، وده لان الجواز تم بشكل ملكي. عشان كده لما شافته يوم الفرح اتخضت ووقعت واغمى عليها من المفاجأة، لانها عارفة كويس جدا انها ما تقدرش تخالف الاوامر الملكية. بس اللي ما كانش حد يعرفه ان بطرس ما كانش وحش ولا حاجة. بطرس كان انسان طبيعي، بس كان مصاب بمرض اسمه فرط الشعر، ودي حالة بيحصل فيها نمو زايد ومفرط للشعر في كل مناطق الجسم. عشان كده كان الشعر بيغطي جسم بطرس بشكل كامل ووشه كمان، وكان مخليه أشبه بالوحش. واللي اتعرف بعد كده عن المرض ده انه نادر جدا. الدراسات بتقول انه ما حصلش غير 50 حالة بس على مر التاريخ، ولحد دلوقتي العلماء ما قدروش يتوصلوا لأسباب حدوثه ولا العلاج ليه. فتخيل الناس بقى في القرن ال16. المشكلة هنا ان شعر الوش الزايد كان مخلي الناس يشوفوا بطرس أشبه بوحش مستذئب بشري، وده كان سبب في تعرضه لمعاملة سيئة جدا من وهو صغير. ففي سنة 1547 ولما كان بطرس عمره 10 سنين اتحط على صندوق صغير واتبعت كهدية للملك الفرنسي هنري التاني بمناسبة توليه العرش. وأول ما الملك شافه انبهر بيه وافتكر ان رجل بري اسطوري نادر زي اسطورة الرجل المتوحش. وطبعا طلعت عليه قصص وحكايات كتيرة، زي انه مثلا بيخطف الاطفال بالليل وبياكلهم، وانه شيطان منعزل بيعيش في الغابات وبيتربص بالناس، وان غريزته الوحيدة هي القتل. فحطوا بطرس في زلزلة القصر، والملك أمر الأطباء بفحصه، فلقوا طفل عادي مش عدواني ولا حاجة، بس الشعر مغطي كل جسمه. ومع ذلك افتكروا انه هو ممكن يتحول لوحش بالليل. ولما الليل عدى برضه وما تحولش اتأكدوا انه مش مؤذي وراحوا عرضوه على الملك. لكن فضل الملك برضه مقتنع انه راجل بري متوحش عنده قدرات خارقة. عشان كده اهتم الملك ببطرس اهتمام خاص جدا، وكان بيلبسه لبس زي النبلاء، وكان بيأكله أكل آدمي مش لحم ني وعلف زي ما كانوا بيدوله لما كانوا بيفتكروا إنه هو حيوان. ومن هنا اتغيرت حياة بطرس من رجل أدغال مخيف لراجل بيتصرف زي النبلاء. بس للأسف سنة 1559 اتوفى الملك هنري التاني، وتولت أرملته الملكة كاثرين الحكم. واللي كان معروف عن الملكة كاثرين وقتها إنها ملكة قاسية متسلطة دموية، وده خلاها تتعامل مع بطرس على إنه وحش بري مش بني آدم، وكانت عايزاه يتجوز عشان يخلف لها أطفال زيه متوحشين وبريين تتباهى بيهم ما بين ملوك أوروبا. ومن هنا بدأت قصة حب بطرس لما الملكة اختارت له فتاة جميلة رقيقة تكون زوجة ليه اسمها كاثرين برضه. وقتها كل القصر الملكي بما فيهم أطباء الملك اعتقدوا إن الوحش صاحب القوة الخارقة هيأذي كاثرين الفتاة الجميلة الرقيقة. لكن اللي ما كانش متوقع إن مع الوقت تقع كاثرين في حب الوحش ده. ليه؟ مش بس كده، دي كمان مع الوقت اكتشفت إن اللي اتجوزته ده راجل طيب مسالم مش وحش بري ولا حاجة زي ما افتكروا كل سكان القصر. وده اللي خلى زواج بطرس وكاثرين يكمل لمدة تقارب 40 سنة، وكمان خلفت منه 7 أطفال، 3 أطفال عاديين و4 أطفال ورثوا من أبوهم مرضه، وكان الشعر بيغطي كل جسمهم. ومن هنا بقى بطرس وأسرته محط اهتمام لكل أوروبا، وأصدرت أوامر ملكية برسم بطرس وزوجته والاتنين الأطفال اللي ورثوا منه متلازمة نمو الشعر المفرط، وتجاهلوا الأطفال الطبيعيين. وبالرغم من تعلم بطرس وتصرفه كالنبلاء ما قدرش يعيش بأمان، وفضل سكان أوروبا يعاملوه على إنه وحش بري غير آدمي، وتسلم كهدية لدوق بارما الإيطالي اللي بدوره سلم بنت بطرس الصغيرة كهدية لواحدة من عشيقاته. وفي سنة 1623 اتوفت كاثرين زوجة بطرس، وعرفنا ان قبلها اتوفى بطرس، بس مفيش اي وثائق رسمية بتدل على وقت وفاته.
وبيعتقد المؤرخين إن بطرس اتحرم من كل امتيازات الوفاة الطبيعية لأنه كان بيتعامل على إنه حيوان وليس آدمي. بس لحد دلوقتي موجود ألبوم صور ليه ولعائلته في المتحف الوطني للفنون في واشنطن، في ألبوم بعنوان الحشرات والحيوانات العاقلة. وبعد أكتر من 500 سنة على قصة بطرس وأسرته اللي عاشت حياة غير آدمية بالمرة واتقدمت كهدايا للملوك والأمراء، اكتشف العلماء إنه ما كانش أكتر من رجل عادي مصاب بمرض نادر اسمه مرض فرط نمو الشعر، وإنه ما كانش راجل مهجن ما بين الإنسان والحيوان ولا حاجة. ولو حبينا نختصر اللي حصل، فاحنا قدام قصة حقيقية مأساوية عن راجل ظلم وجهل الناس وولعهم بالأساطير عشان يعيش ويموت ضحية لشكله المختلف والمرضه النادر.